تعرفي يا ماما ان في مرض خطير اسمه التهاب البكتيريا السحائي؟ والمرض دوت بيتسبب بكتيريا اسمها نيزيري مننجيتس. بيحصل في الاطفال وبالذات في الاطفال اللي اقل من سنة، وبيظهر له اعراض مبدئية زي ارتفاع في درجات الحرارة او طفح جلدي او قيء مستمر. وممكن الاعراض دي تبقى خطيرة شوية زي تشنجات مستمرة او تيبس في العنق او في الفقرات. للأسف المرض ده ليه مضاعفات قوية جدا، ممكن توصل لفقد في السمع أو في البصر أو في إعاقات ذهنية أو حركية، أو لا قدر الله بيحصل فيها غرغرينة في الأطراف ممكن توصل للبتر أو للوفاة. وبالتالي التطعيم ليه كان مهم. كان متوفر عندنا ليه تطعيم بيتكون من 4 أنواع منه. الفيروس البكتيريا ديت عندها 5 أنواع. التطعيم اللي كان متوافر كان بيغطي 4 أنواع منهم بس، النوع A ونوع C ونوع W ونوع Y. النوع B كان اختارهم وللأسف التطعيم ما كانش بيغطيه. لكن الخبر الحلو اللي عايزة اقوله لك ان دلوقتي بقى فيه تطعيم متوافر يغطي النوع B، وده بيفضل يتاخد في جرعتين بالذات للأطفال اللي أقل من 2 سنين. ممكن ندي جرعة 3 منشطة بعد كده، وبيفضل ان احنا ندي اول جرعتين في اول 6 شهور عند 2 و4. انا عندي 3 و5. اسألي طبيبك على التطعيم. وانا معاكي هنا دكتورة زينب عبد اللطيف، استشاري الاطفال وحديث الولادة واستشاري دولي رضاعة طبيعية وتغذية علاجية للاطفال.